متابعينا مساكم الله بالخير والعافية. هاي خبز التورتيلا بعد ان كملنا خلينا بالمجمدة فرشنا. شوف المنظر، انطانا من 5 قلاصات مي و4 قلاصات طحين، انطانا 15 قرصة خبز. بعدين خليناه بالخلاط المي و8 الملح وخليناه يختلط زين حتى يتجانس ينضبط. حطينا الطحين بعدين خلطنا الخلطة الزينة. هاد حطيت تلكؤات بيه. نجي ندهن الطاوة مسحة خفيفة. وهذا الخلطة مالتنا اللي جهزناها راح نصب الطاوة شوية شوية ونساويها دائريا. وشوفوا بعد ان صبيناها هذا شوية شوية قامت تنشف، يروح البياضة مالها. بعد ان نشفت تكون الشلعة مالها كل سهلة لان اساس الطاوة هي زيتية. شوف الشلع مالها بسم الله ما شاء الله ابد ما تلتصق نهائيا، تطلع بكل سهولة. الحافة مالها رأسا تنشلع. فنقلبها على الوجه الثاني قلبة يعني تكون اللون اشقر. وهذا الشكل قلبناها مستوية. شوف النتيجة مالها بسم الله ما شاء الله، خبزة بمنتهى الروعة. وهاي الكمية طتنا 15 قرصة خبز ب4 قلاصات طحين و5 مي. شوف الجمال وشوف الروعة، واحلى خبز واحسن ما نتحمل الحر. خبز يفيد لللفات والسندويشات. وهذا شكله والف عافية.